حلقة النهاردة مش هنتكلم فيها عن مجرد ممثل قدر ينجح في ادوار مختلفة ويثبت موهبته في عالم السينما، احنا هنتكلم عن حد عنده قبول يخليك تحس انه قريب منك من اول لحظة. والقبول ده مش عند فئة معينة، ده من كل الاعمار، من الشباب لحد الكبار. والاهم انه مش بس فهم جيله، ده كمان نجح انه يمثله بكل تفاصيله. ولاول مرة من سنين نشوف نفسنا في ممثل، الممثل ده هو عصام عمر. وعلشان نفهم السر ورا كل القبول والنجاح ده، خليك معايا لنهاية الفيديو عشان هكلمك عن 5 حاجات هي السبب الحقيقي في نجاحه الكبير في عالم السينما. والنقطة الرابعة تحديدا هي السبب الحقيقي ان يلمس قلوبنا كشباب، وان مفيش حاجة صدفة. ونبدأ بأول حاجة وهي ستايل الشكل الخارجي اللي يكاد يكون ثابت، ودي فكرة عبقرية جدا اشتغل عليها نجوم كتير زي عادل إمام وكريم عبد العزيز اللي تقريبا شكلهم بيكون ثابت في أفلام وأدوار كتيرة، بعكس ممثلين تانيين بيختاروا دايما التنوع في المظهر الخارجي، زي مثلا محمد رمضان مرة أقرع وبدقن ومرة تانية بشعر وأملس، أو زي ياسر جلال مرة بدقن ومرة من غيرها. الدقن والشنب دي ما حلقش ما صورناهاش، دي ماتت. ما صورناش فبدأنا بالدقن والشنب، دي مشي. اللي بعدها بالدقن والشنب، بعد كده بالشنب بس. تاني حاجة وهي من الحاجات المهمة بالنسبة لي وهي التغيير في الشخصية من دور للتاني. يعني مثلا هنا في دور دكتور هتلاقي انه شاب مهذب من كلامه ولبق ومناسب للشخصية. انا عندي سؤال، ازاي الوزارة جددت الوحدة كلها وسايبة السكن كده؟ بعكس هنا مثلا تحس قلب على بلطجي، انت اخرك بتاع حواش، وشك بتاع حواش. ودي في الحقيقة نقطة مهمة جدا وممثلين كتير بتفشل فيها، اشهرهم مثلا الفنان مصطفى شعبان، واللي شخصيته بتكون واحدة في كل الادوار سواء بقى دكتور او حتى حرامي، الشخصية وطريقة الكلام ثابتة. تالت حاجة انه شاطر جدا في انه يوصل لك الاحساس المطلوب والدور بكل بساطة. يعني لو عايز يبين لك انه ايه؟ مال صوتك يا حبيبي؟ صوتك مال. فهو نظرته بس لوحدها هتوضح لك ده من غير ما يتكلم. برضه لو متعصب وزهقان هيوصل لك ده بشكل واقعي، بعكس اللي بنشوفه في الفترة الأخيرة من الممثلين من زعيق وحزق وصوت عالي على الفاضي. يا مجدي تقول الحقيقة لمجرد انه عاوز يوصل لك انه حزين او متعصب. شباب، قبل ما ندخل على رابع نقطة خليني اقول لك قبل ما اقدم محتوى انا وصديق ابو سمرة، انا اصلا مونتير، ولاحظت من خلال تعليقاتكم ان المونتاج بتاعي بيعجبكم الحمد لله، فقررت افتح صفحة انستجرام هنزل فيها شرح لدروس خدت مني ساعة وساعتين في ان اتعلمها، هلخصها لك انا في دقيقة او دقيقة ونص بطريقة كويسة. ودي الحركات اللي شرحتها في اخر فيديو، وكمان هشرح لك تريكات تسهل عليك المونتاج. فلو انت مهتم اتمنى تتابعني هناك لان بجد هتستفاد، ولو مش مهتم فانت هتدعم اخوك هناك. ويلا بينا خلينا ندخل على رابع نقطة، وهو انه قريب جدا من واقع الشباب في الادوار اللي بيمثلها. يعني هنا مثلا وهو في الجيش كان عسكري بائس وعادي جدا ومستني الاجازة بفارغ الصبر. طب انا اتفقت مع رفعت اخوي انه اول لما ننزل الاجازة اللي جاية هننزل نجيب الدبل علشان ينزل يحل مشاكله، مش بقى قايم بدور قائد الكتيبة والعسكري اللي مفيش منه، لا كان عادي. هنا مثلا لما كان دكتور التكليف بتاعه جاله في عزبة في اخر الدنيا، وحدة صحية ترشوك الليف. ايه؟ ما جالوش جنب بيته زي ما كان متخيل، او لانه البطل فلازم يكون اجمد حد في المسلسل. كل دي حاجات واقعية وقريبة من حياة الشباب، اللي هو بمعنى اوضح الشاب العادي مش الخارق للطبيعة اللي بيهزم كل ابطال الفيلم ويربح المليار. 5 نقطة وهي الاهم ليا على المستوى الشخصي، وهو انه على الرغم انه ممثل كوميدي شاطر الا انه بيعرف يضحكك من غير ما يقلل من نفسه او يضحكك عليه وعلى مظهره. وده يا صديقي شفناه في ممثلين كتير بتستخدم طرق غريبة في الكوميديا علشان يضحكك، زي انه يضحكك على وزنه او شكله، او يعمل حركات غريبة بوشه ويستظرف علشان بس يضحكك، ما يعرفش انك كده بتكون بتعيط. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة.